النهاردة هحكي لكم عن قصة مش هتنسوها أبدا. قصة هتخليكم تراجعوا كل صورة أخدتوها قبل كده. قصة عن حاجة غريبة جدا، الوجه الذي يظهر في الصور. لو قلبك مش جامد متكملش الفيديو. قبل ما نبدأ، لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك دلوقتي وفعل الجرس علشان توصلك كل القصص المرعبة اللي هنحكيها. ولو حبيت القصة اعمل لايك وشاركها مع أصحابك. يلا بينا نبدأ. كان كريم شاب صغير عنده حب كبير للتصوير. دايما كان بيحب يروح الأماكن المهجورة ويلم صور عشان يشاركها على قناته في اليوتيوب. لكن في يوم من الأيام قرر إنه يزور مكان مختلف تماما، مكان بعيد مش معروف إلا من خلال الحكايات القديمة، مكان محدش دخل عليه من زمان. وصل كريم للمكان ده بعد رحلة طويلة على الطريق الصحراوي. المكان كان مهجورا كليا، البيوت متهدمة والشوارع مغطاة بالتراب، كأن الزمن وقف هنا من سنين. وكل ما تقدم أكتر في المكان حس إنه في مكان غريب جدا. المكان كله مليان بحاجات غير مفسرة، وحس إن في حاجة مش طبيعية هنا. وقف قدام بيت قديم والباب الخشبي كان مفتوح. دخل جواه بحذر وبدأ يصور، لكن أول ما ضغط على زر الكاميرا ظهرت حاجة غريبة في الصورة، وجه في الزاوية. حاول كريم إنه يتأكد إنه مش حاجة في الكاميرا، لكن لما قرب الصورة على الكمبيوتر الوجه كان واضح جدا. كان وجه غريب جدا، عيونه كلها سودة وابتسامته كانت مرعبة. كريم حاول يهدي نفسه وقال يمكن دي مجرد خدعة من الكاميرا، لكنه مش قادر ينسى الوجه ده. رجع كريم بيته، لكن الفضول ما سابوش في حاله. قرر يفتح الكاميرا ويشوف الصور تاني. فجأة الكاميرا لفتت لوحدها وابتدت تعرض صور تانية، وكل صورة كانت بتظهر نفس الوجه. مرة تانية حاول يبعد عن الفكرة دي، لكن الوجه ده مش قادر يسيبه. في كل صورة الوجه ده كان بيبصله بعيون غريبة وابتسامة كأنها بتشاور له على حاجة. حاول كريم إنه يشوف الصور تاني في مكان تاني بعيد عن الكمبيوتر، لكن كانت نفس الصورة بتظهر، وكل مرة كان بيبص فيها الوجه ده كان بيقترب أكتر. بدأ كريم يبان عليه الخوف، بدأ يسمع أصوات غريبة في البيت كأن في حد بيهمس له في أذنه. مش هتقدر تفرّ، كان الصوت ده بيوصل له بوضوح. وحاول يغير مكانه داخل البيت، لكن الصوت كان بيزيد وكأن المكان نفسه بيصرخ فيه. في يوم من الأيام قرر كريم إنه يقابل صاحبه أحمد، وقال له أنا مش قادر أعيش مع الموضوع ده، كل ما حاولت أطلع الكاميرا من الإعدادات بيلف الوجه ده جواها تاني. أحمد ضحك في البداية وقال له يعني إيه يا كريم؟ ده مجرد فوتوشوب، سيبك من الحاجات دي. لكن كريم قرر يوريه الصور بنفسه، وأحمد لما شاف الصور وجهه تغير تماما. أنت متأكد إن ده مش خدعة؟ قال أحمد وهو بيبص في الصور. وأول ما حاولوا يشوفوا الصورة الأخيرة على الكمبيوتر الكاميرا فجأة لمت الضوء وظهرت صورتين تانيين، لكن المرة دي كان فيه حاجة مش مفهومة. الوجه ده كان مش لوحده، في كائن تاني كان واقف جنب الوجه ده. الشكل كان غير طبيعي وكأن الشخص ده مش بشري، وكانت عيناه حمراء وابتسامته أكبر وأبشع من اللي كانت في الصورة الأولى. بعد ما بدأ كريم يلاحظ الحاجة دي في كل صورة فكر إن الموضوع ده ممكن يكون له علاقة بالحكايات اللي سمعها عن المكان ده. قرر إنه يعود تاني للمكان المهجور، بس المرة دي كان معاه صديق تاني اسمه سامي. وصلوا للمكان بالليل وكان الظلام يغطي المكان بالكامل، وكل حاجة حواليهم كانت هادئة بشكل مريب. بينما هم بيصوروا بدأوا يسمعوا صوت خطوات واهنة جاية من بعيد. فكروا إنه في حد في المكان، لكن لما فحصوا المكان بالكامل ما لقوش حد. لكن فجأة بدأوا يسمعوا الصوت ده أكتر فأكتر لحد ما بدأوا يشوفوا ظلال تتحرك في الزوايا المظلمة من المبنى المهدم.
وكانت الخطوات بتقترب منهم بشكل غير طبيعي. وفي اللحظة دي ظهر الوجه الغريب تاني، لكن المرة دي كان مش في الصورة، كان في المكان نفسه. ظهر قدامهم من بين الظلال، كانت عيونه مليانة شر، والابتسامة كان فيها تهديد واضح. وقال بصوت غير بشري: دلوقتي هتدفعوا ثمن الفضول. فجأة بدأ المكان كله يهتز، وظهرت أصوات غريبة من كل مكان، وكأن الجدران نفسها بتصرخ. كريم وسامي حاولوا يهربوا، لكن المكان كان مليان أفخاخ. كل ما حاولوا يهربوا لقوا نفسهم في نفس المكان تاني. ده كان وكأن المكان متحول، كل زاوية فيها كانت بتوصلهم لآخر مكان مرعب. بقى مش قادرين يتنفسوا من الخوف. وفجأة ظهر شخص تاني في الصورة. الشخص ده كان كريم نفسه، لكن مش هو بنفسه. كان نسخة مشوهة من كريم، عيناه مليانة بالخوف، وكان بيبص لهم ويقول بصوت منخفض: مفيش هروب من ده، لازم تدفعوا الثمن. أخيرا لما كريم حاول يهرب شاف نفسه في نفس المكان اللي بدأ منه. عيون الوجه ظهرت في كل مكان حوالين المكان المهجور، وكل واحد فيهم كان بيشاور له. المكان نفسه كان بيقفل عليه، وعرف كريم في اللحظة دي إنه مش هينجح في الهروب. في لحظة أخيرة من الهلع أدرك كريم إن اللي بيشوفه مش مجرد وجه، لكن هو نفسه، هو الشخص اللي حول المكان ده لجحيم. فكان السؤال: هل يقدر يهرب، ولا كان في طريقه للغرق في الظلام للأبد؟ وفي اللحظة دي اختفى كريم، وكل حاجة رجعت هادية. لكن الكاميرا اللي كانت لسه شغالة كانت بتعرض صورة جديدة، وفي الصورة دي كان كريم موجود مع الوجه المشوه، وكأنهم بقوا حاجة واحدة. لو عجبتك القصة متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان تتابع كل القصص المرعبة اللي بننزلها. وخليك دايما فاكر، مش كل صورة بتاخدها بتكون مجرد لحظة، أحيانا بتكون بداية النهاية.